بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا المهندس محمد نجم، وأنت بتشوف قناة أكاديمية النيل للتدريب على اليوتيوب. أهلا وسهلا بيك معايا. الكيبورد إزاي أقدر أخلي لوحة المفاتيح تظهر على الشاشة قدامي وأتعامل معاها كأني بتعامل مع الكيبورد العادي في اللاب أو في البي سي. تمام؟ وإيه هي الفوائد اللي هتعود عليها من الظهور على الشاشة؟ كل ده وأكتر منه هنعرفه في الفيديو ده إن شاء الله. أهلا وسهلا بيكم، رجعنا لكم تاني. علشان خاطر أقدر أخلي لوحة المفاتيح تظهر على الشاشة قدامي، بنزل كده بالماوس تحت، خلي عينك مع الماوس، هعمل رايت كليك في حاجة اسمها شو تاتش كيبورد بوتن، بقوم دايس عليها كده، ظهر لي المفتاح ده، أقوم عامل كده، هتظهر لك بقى لوحة المفاتيح بالكامل اللي هي اللوحة النمطية. تمام؟ طب أنا مش عايزها بالشكل ده، أنا عايزها مثلا تكون كده، ومثلا تكون تحت أهي. الحكاية في منتهى البساطة، هاجي هنا برضو واقول له والله طب لا دي حجمها كده كبير، انا عايز حاجه حجمها صغير اهي. هاجي افتح بقى ملف وورد واجرب، نكتب بسم الله الرحمن الرحيم، بس زي الفل وتمام. ايه بقى فايدتها؟ علشان خاطر لو في عندك اي مشكله في لوحه المفاتيح، مش عايز حد يفتح اللاب او يعمل فيه مشكله، بس دي كده السيتنج. بقوم جاي هنا اقول له والله خليها لي كده، بقت لوحه مفاتيح نمطيه فيها الشيفت الكابس لوك زي ما انت عايز. تمام؟ اهي تاني رجعناها لأصلها لو أنا عايزها حروف بس. طيب في شكل تاني برضو عشان خاطر أهو، ده لو أنا عايزها مثلا تبقى إيه، يعني المسافة اللي في النص دي فاضية بحيث ما شتتش عينيا. طيب لو أنا دلوقتي عايز نفس الكلام ده أهي، بس أنقل أتحرك أروح أجي زي ما أنا عايز. العملية سهلة وسلسة يعني، كل حاجة في إيدينا. تمام؟ تعالوا كده نرجع لأصلها بس. واتمنى ان انا اكون قدمت لك فايده من خلال الدرس السريع دوت، وده طلب بسيط. لو حسيت ان انا قدمت لك اي فايده، ساعدتك بمعلومه، يسعدني جدا انك تساعدني في انتشار القناه من خلال الاعجاب والاشتراك في القناه علشان الخير يعم على الكل. تمام؟ لو قابلتك اي مشكله، تعليق، انا تحت امرك في اي وسيله من وسائل التواصل اللي موجوده في الفيديو. شاكر جدا لوقتك، وسعيد ان انا شفتك المده دي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.